تكلمنا الحصة اللي فاتت عن الكسر. أنا قلت لكم الكسر يا أبنائي هو نصف العدد الصحيح اللي هو نصف الواحد. نصف الواحد الصحيح هو شنو؟ يجينا مثلا عندنا مثلا قلت لكم الأرقام، خط الأعداد، درس خط الأعداد درس مطيب. صوتي منخفض؟ أعلي صوتي، أعلي صوتي، أزيد صوت التلفون. كده عليت صوتي كده واضح ولا لسه؟ الصوت بعيد ليش يا ابنائي؟ الصوت واضح. عاملة شنو السماعات؟ عاملة شنو سماعة التلفون؟ صوتي أنا الواي فاي قريب. طيب كل مرة أنتوا متعبين. يا قريب. طيب كده الصوت مسموع ولا لسه؟ طيب تعالي صوتي. يلا احنا عرفنا أن شنو؟ أمس تحدثنا عنه على الكسر من الصفر إلى الواحد الصحيح. من الصفر إلى الواحد الصحيح شنو؟ الكسور دائما بتكون بين الأعداد. بين الأعداد شنو؟ صفر واحد. جاء الأعداد الصحيحة. عرفنا أن الكسر بيكون شنو؟ بين الأعداد. صحيح؟ يلا أمس تكلمنا عن شنو؟ أن تكون عندنا خبزة، والخبزة نجي نقسمها لأنصاف. مثلا هنا مقسمة. لو جينا سألنا بس قلنا الجزء ده الكسر بتاعه بيكون شنو؟ قلت الجزء ده بيكون شنو؟ هو عبارة عن واحد من ايه؟ من الثلاثة أجزاء الموجودة. صحيح؟ واحد على ثلاثة. صحيح يا أبنائي؟ طيب عندنا الكسور. الكسور أول شيء أهم حاجة تعرفوها أن الكسر بيتكون من شنو؟ الكسر يتكون من البسط والمقام. الكسر يتكون من البسط والمقام. البسط يعني شنو؟ العدد اللي فوق هنا. المقام هو شنو؟ هو العدد التحت. يعني احنا نقول واحد على ثلاثة. واحد على ثلاثة. تمام؟ أو واحد من ثلاثة دي بعدين بنشوفها. لكن بنقول دائما واحد على ثلاثة. أوكي؟ طيب نحن إذا عايزين نجيب الكسر، عايزين نجيب مثلا هنا، مثلا عايزين هنا الحتة المظللة دي. الحتة المظللة حيقرأ كيف الحتة المظللة هنا؟ بالأصفر. أقول الجزء ده عبارة عن جزء واحد من إيش؟ من الثلاثة أجزاء الموجودة. واحد، اثنان، ثلاثة. صحيح؟ واحد من ثلاثة. فاهمين علي؟ فاهمين علي؟ فاهمين علي؟ هسألكم بعد شوية ترى. ايوه هسه أخلص وحسألكم. طيب هنا الكسر هنا الموجود أمامي هنا واحد. المظلل واحد من الثلاثة الموجودة. واحد على ثلاثة. أوكي؟ طيب هنا الجزء الأخضر أقول إيه يا حسام؟ حسام الأخضر. يلا هنا. أيوة الأخضر مظلل جزء واحد. ممتاز. من كام على كام يا حسام؟ أيوة ممتاز. واحد من الكل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ممتاز. معناته شنو؟
نخد العشرة تحت اللي هو 1/10. اوكي، 1/10. فهمتوا علي؟ طيب كان اديكم امثله. مثلا عندي هنا اديتكم مثلا هنا الجزء هنا ده دي الخبزه الامس نحن عايزين نقسمها. طيب وهنا الخبزه هاي تقسمت على 1 2. طيب يلا يا وجن، يا هلا بوجن. وجن انت متأخرة صحيح؟ طيب يلا يا فيصل هديكي برضو الشاشة. طيب يلا عايز الجزء المظلل بالأخضر. الجزء المظلل 1 من شنو؟ 1 2. فيصل أخطأ خطأ. يلا يلا ثواني. فيصل قال 1 على شنو؟ 1/5. لا 1/5. نقول 1 من كل الأجزاء الموجودة. لا حبيبي ما هي 4. يلا يا فيصل ما هي 4 هي 5. 1/5. أيوة. نحن بنقول شنو يا فيصل؟ تتذكر أمس نحن كنا قاعد نقول شنو؟ مثلا هنا فيصل وأحمد ومحمد وخالد حسام قسموا الخبزة. جات الأستاذة سألته وقالت لي أنت أخذت كم يا فيصل؟ فيصل يقول لا أنا أخذت 1 من كم جزء؟ وأنتوا قسمتوا الخبزة إلى كم جزء يا فيصل؟ تقوم تقول لي نحن قسمنا الخبزة إلى 5 أجزاء. تذكر؟ قلنا كده. يعني أنت ما تقول 1/4 بس الأجزاء دي، لا تحسب حق إخوانك بس خلي حقك، لا تحسب كل. تقول لا يا أستاذ نحن قسمنا الخبزة إلى 5 وأنا شلت جزء. فهمت علي؟ يلا معناته هنا بالاخضر مظلل حيكون 1 على كم؟ 1 2 3 4 5. 1/5. كده؟ ليه قلنا 5 يا فيصل؟ لأنه شنو؟ بنحسب حتى بنحسب. أيوه يعني أنت ما الرسالة لما تيجي تسأل تقول لك أنتوا قسمتوا الخبزة إلى كم جزء؟ تقول قسمناها إلى 4. ايوه انت تقول نحن قسمنا الخبز الى 5 اجزاء. 5 اجزاء الاعداد الكليه نضعها تحت في المقام. الجزء بتاعك اللي هو جزء اخذت جزء واحد يكون 1/5. اوكي ممتاز برافو عليك. برافو عليك. طيب ارفعوا الهاند. عشان اسال. طيب ضاغطين على الهاند. اشوف مين الضاغط على الهاند. اوكي سعيد حسام شارف وجن. يلا يا وجن هيا يا حبيبتي. يلا يا وجن. هنا الجزء المظلل بهذا اللون يسمى شنو؟ 1 على كم يا وجن؟ ممتازة برافو عليك. 1 2 3 4 5 6. ممتازة برافو عليك. ممتازة يا وجن. هنا عمل شنو وجن؟ اختارت قالت الجزء المظلل جزء واحد صحيح؟
من الأجزاء الموجودة كلها، من جميع الأجزاء. تمام؟ تبقى شنو؟ 1 على شنو؟ 1 على 6. يعني احنا ما نقول 1 على 5 نحسب ده نقول ده 1 ونجي، لا، نقول 1 الجزء المظلل على جميع الأجزاء الموجودة. شنو؟ بنقول شنو يا حبايبي؟ نقول الجزء المظلل في البسط بيكون الجزء المظلل. اوكي؟ في البسط بيكون شنو؟ الجزء المظلل. في المقام بيكون شنو؟ في المقام جميع الأجزاء، المظلل وغير المظلل. اوكي؟ فهمتوا علي يا حلوين؟ في البسط بيكون الجزء المظلل، في المقام الجزء المظلل وغير المظلل. يا سلام، ممتاز ممتاز، برافو. طيب وجه نزلت يدها، شاطرة. طيب يلا يا مرغني، إذا أنا أديتك مثلا كده أنت كنت شنو؟ أيوة ما سألتك. أنا سألتك بدون ما أشوف الحال، أنت خاطر سألتكم بدون ما أشوف الحال. طيب يلا يا مرغني، الجزء الأحمر هنا أعبر عليه كيف؟ كم على كم؟ مرغني كذا. مرغني ممتاز. على شنو؟ برافو عليك، ممتاز. 1/4. ممتاز. أيوة، برافو عليك يا فيصل، ممتاز ممتاز جدا جدا. طيب يلا أنا عايزة شنو؟ بدل ما أنا أقول هنا 1/5، 1/6، ومثلا هنا ثاني مثال 2 مثلا. طيب هنا هنا ده الجزء المظلم بس هنا بس. طيب يلا يا مين، وين الهاند؟ هذا يخفض ويرفع الهاند ثاني مرة أخرى. أخفض الهاند كده يا حسام وأرفع ثاني مرة أخرى. ممتاز. طيب نورة، يلا يا نورة. علا وين اليوم؟ علا ما موجودة؟ علا ما داخلة معانا؟ نامت. أحد الدرجة، قالت خلاص. أحد الدرجة الكاملة وقالت خلاص أنا شاطرة ومشت نامت. مشكلة، بس انتوا بعدين نافسوها. أوكي؟ طيب يلا يا نورة. أها، هنا الجزء المظلل. أها، 1 على. برافو عليك، ممتازة جدا جدا، برافو. كيف يا عزيزة ما قاعد أخليك تشاركي؟ ها؟ عزيز
أنا شايفة بالهاند بالترتيب ماشي. طيب هنا معناته شنو؟ 1/2. برافو عليك يا نورة، ممتازة. طيب بعد نورة أنا عايزة مثال واحد هنا. أنت ضاغط على الهاند يا بشير؟ خلاص يجيك الدور إن شاء الله. أنتوا عددكم كبير يا أبنائي، حد ما خلص. هسه شوف، هسه الحصة هتخلص ولسه ما حصل للناس اللي رافعين الهاند يفتحوا. طيب لا أكيد بشير هذا دورك هنا. قربت أنت بعد محمد خالد. يلا يا محمد خالد. يلا يلا حبيبي، هنا الجزء الأحمر. الجزء الأحمر. ها 1 على كم؟ 1 على كم؟ برافو. برافو عليك يا محمد خالد، ممتاز ممتاز، برافو عليك. أيوة أيوة حبيبتي، ما أنا شايفة. ها جميل عزيزتي الحمام. محمد، أنت محمد إبراهيم. أنا من زمان أقول أنت مين أنت مين أنت مين. شايفين وين الهاند؟ ارفع الهاند وانزل يا اضغط على الهاند. حد يضغط على الهاند. شايفين هنا انا ماشي هنا بالترتيب. اللي جاوب قاعد ينزل يده، يعني هسه فيصل وحسام المفروض ينزل يدينا. محمد خالد نزل يده. بعد الدور هنا حجري بشير. شايفين بشير، شيماء، جوري، احمد. شايفين بالترتيب كيف؟ مصطفى، ابرار، سمير، زرابي، احمد، ضياء، حسانه، ثويبه، محمد وائل، روان، عرب. منو؟ صفاء دي منو؟ ايوه عشان هنا كان هنا صفاء دي انا عارفاها ثويبه. ايوه صفاء دي ريهام. اوكي. واميره. ام محمد مين؟ ده محمد عمر. أسيل ما دخل صحيح. ودي امل. شايفين كيف؟ يلا عين اللي ضغط على الهاند وتاني نزل يده خلاص اسمه بيجي كل مره يرجع ورا. يعني اذا ضغطت على الهاند دي مره واحده ثاني ما تضغط، ثاني ما تهبش الهاند، خليها مضغوطه وخلاص. يعني تعال اللي يضغط ثاني متاخر بيجي اسمه تحت. شفتوا كيف؟ الثاني ويجي راجع يضغط على الهاند بيجي يكون اسمه تحت. خلال الحصه انا بكون يا خلصت الناس اللي ضاغطين على الهاند ديل يا شاركوا يا ما شاركوا. فهمت علي؟ لانكم عددكم كبير. شوف انتوا كميه من كيف. ها عددكم كبير جدا. عشان كده ما في رحنا رياضية هم ما مهتمين. بس اللهم نحن أهم شيء نحن شنو نجاوب الجواب الصحيح إذا الأستاذ سألتنا. طيب يلا هسه عندي أنا هنا عرفنا نحن كيف نعبر عن الكسر بطريقة رياضية. طيب إذا كان جزء مظلل واحد معناته شنو؟ أقول 1 على الجزء الموجود. طيب يلا نشوف قراءة الكسر. أنا هنا الكسر اللي قالته نورة مثلا 1/2. 1/2 بدل ما أقول 1/2 ممكن أقول إيه؟
1 على 2 بدل ما أقول الخبزة تسموها إذا قسمت إلى 1 على 2. ممكن أقول شنو مباشرة؟ ممكن أقول نصف. ممتاز. مين اللي قال نصف في البداية؟ ممتاز، برافو عليك. ممكن أقول نصف. ممتاز. طيب برافو عليكم. طيب إذا هنا محمد خالد قال هنا 1 على 3. 1 على 3 ممكن أقول ثلث. برافو عليك. ده مين اللي جاوب؟ مين اللي جاوب؟ الطيب. برافو عليك يا الطيب. ممتاز. بدل ما أقول هنا 1 على 3 أقول شنو؟ ثلث أو ثلث. طيب هنا كان مين اللي جاوب هنا بالعربي؟ طيب هنا مرغنم. بدل ما مرغن يقول 1 على 4 ممكن أقول ربع. برافو عليكم. ممكن أقول ربع. وهنا ده مين اللي جاوب هنا يا رب؟ وهنا بدل ما أقول 1 على 5 ممكن أقول خمس. برافو. ممتاز يا وجل. خمس. وهنا بدل ما أقول 1 على 6 ممكن أقول سدس. برافو عليك. ممتازين. أيوة. وثاني 1 على سدس، ثمن، عشر، كذا لحد العشر طبعا. ده بشرط وعليكم السلام يا عسير، أنا ما أتأخر. ده بشرط شنو؟ إذا كان البسط واحد. البسط يكون يكون 1 على 2 نقول ربع نصف. 1 على 3 ثلث. 1 على 4 ربع. 1 على 5 خمس. 1 على 6 سدس. اوكي؟ شنو؟ ما سمعت. 1 على 10 عشر. اوكي؟ طيب هنا في التمرين هحل معاكم شفهي. لون الجزء الذي يمثل الكسر المكتوب. هنا عكسوا لكم، قالوا لنا لون الجزء الذي يمثل الكسر المكتوب. هنا كتب 1 على 8 اللي هو تقرأ شنو؟ ثمن. صحيح؟ ثمن. طيب معناته حلون شنو؟ جزء واحد من ال8 أجزاء الموجودة. صحيح؟ وهنا 1 على 6 سدس. حلون جزء واحد من ال6 أجزاء الموجودة. 1 على 5 خمس. ألون 1 من ال5 أجزاء الموجودة. يلا هنا السؤال اللي بعده قال لك شنو؟ اكتب رموز الكسور التالية. السدس نكتبه كيف؟ برافو عليك يا احمد. 1 على 6 تسع. 1 على 9. ممتاز ممتاز ما شاء الله عليكم. سبع. 1 على 7. ما شاء الله عليكم ممتازين. يلا هنا العدد ده يقرأ كيف؟ 1 على 3 ثلث. ممتاز. 1 على 6 برافو. 1 على 8 ثمن. 1 على 9 ممتاز. برافو.